السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو المنيو الوجبات اللي انتوا بتحبوه ودايما بتسألوني عليه. النهاردة في الفيديو ده في وجبات حلوة قوي، كمان حلو وحادق، وكمان وجبات تنفع للفطار وتنفع للعشاء. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتحطي لايك للفيديو. يلا نسمي الله ونشوف معانا ايه من الوجبات النهاردة. اول وجبة معانا النهاردة هو الكشري المصري. زي ما انتوا شايفين كده شوية زيت حلوين كده، ونفذنا كل الكشري كله بشوية الزيت دول. لو انت عايزانا انفذ لك الكشري دوت او الكشري المصري بتاعنا اللي احنا كلنا بنحبه في فيديو واعمله لك ان شاء الله، قولي لي بس في التعليقات وانا اعمله لك. شايفه الكشري عامل ازاي، وحمرنا كمان العيش، وشايفين البصل عامل ازاي مقرمش ولونه تحفه، وعملنا الدقه وعملنا الشطه، حاجه كده تفتح النفس زي ما انتم شايفين. قولوا لي بس رايكم ايه في الكشري، ولو حابين ان انا انفذه لكم هنفذه لكم على طول ان شاء الله. زي ما انتم شايفين لونه حلو قوي وطعمه كان في منتهى الجمال. يلا بقى نخش على الوجبه اللي بعد كده. معانا هنا كوسه عملناها ني في ني. عايزه اقول لك لو انت عايزه طريقه الكوسه دي موجوده في الفيديو اللي قبل ده على طول على القناه، خشي وشوفيها بالتفصيل. الكوسه معموله ني في ني، وكمان سلقنا الفراخ عشان نستفيد بالشوربه، وحطينا الفراخ كده فوق وش صينيه الكوسه، وحطينا عليها شويه من الصلصه ودخلناها الفرن. طلعت معانا بالشكل الجميل ده. وبعد كده عملنا شويه رز بالشعريه، وعملنا طبق البتنجان المخلل اللي كلنا بنحبه، المتين بتاعنا ده اللي كلكم سالتوني عليه. وزي ما انت شايفه كده الفراخ لونها تحفه، والكوسه خفيفه كده على المعده في الحر ده. كلنا بنحب ناكل اكل خفيف في الصيف طبعا، يكون ما يحماش على صدرنا، فانا عملتها ني في ني بحيث تبقى خفيفه وكمان يكون طعمها جميل. وزي ما قلت لك الطريقه موجوده عندك على القناه، تقدري تخشي وتشوفيها بالتفصيل. ويا رب تعجبك. واي حاجه موجوده في الفيديو عايزه ان انا انفذها لك مخصوص، قولي لي بس واكتبي لي في التعليقات وانا اعملها لك على طول. زي ما انت شايفه كده عايزه اوريها لك قد ايه هي عجباني جدا، وبتمنى ان هي كمان تكون عجباكي. عايزه ايه اقربها عشان تشوفيها كويس. خلاص كده جينا بقى لليوم اللي بعديه. عملنا مكرونه بالصلصه وبانيه وبطاطس شيبسي. وعايزه اقول لك الطريقه برده موجوده، لان انا عامله التتبيله كلها في طبق واحد، تتبيله مميزه. خشي وشوفي طريقه البانيه دوت هتعجبك جدا. نيجي بقى للوجبه اللي بعديها. معانا هنا محشي كوسه ومحشي كرنب ومحشي فلفل. انا كان عندي في الفريزر كده شويه ورق كرنب فايضين، قلت بقى خلاص الصيف داخل علينا والشتاء خلاص خلص، مش هنحتاج بقى ورق كرنب. فطلعته بقى قلت ايه نعمله بقى ونخلص منه بقى خلاص كده، عشان نخش بعد كده على محشي البتنجان والكوسه اللي هو المشكل بتاعنا ده اللي احنا بناكله في الصيف اللي بنحبه. رحت مطلعاهم وجايبه جنبيهم كده نص كيلو من الكوسه وربع كيلو من الفلفل وحشيتهم، وزي ما انت شايفه لونهم تحفه. ورحت سلقه الفراخ ودهنه وشها كده بالصلصه وحطيتها تحت الشوايه، طلعت معايا بالشكل الجميل ده. نيجي بقى للوجبه اللي بعديها. عملنا كفته رز وشويه رز كده بالشعريه، وشويه شوربه لسان عصفور كانت موجوده عندي. خلاص كده بعد كده اليوم اللي بعديه عملنا فطير مشلتت. زي ما انت شايفه لونه تحفه وطعمه كان في منتهى الجمال. لو حباني ان انا انفذك الفيديو مخصوص عشان الفطير اعمله لك ان شاء الله من عينيا، بس اكتبي لي بس في التعليقات. بعد كده حبينا بقى نحلي، عايزين ناكلنا، عايزين بقى نحلي، فقلنا نعمل كيكه شوكولاته كده تكون اقتصاديه وبصوص جميل كمان واقتصادي. فروحنا جايبين كوبايتين من الدقيق معاهم بيضتين، وعملنا الكيكه الجميله كيكه الشوكولاته التحفه ديت مع الصوص الجميل الاقتصادي. ولو حابه ان انا انزل لك طريقه الكيكه دي قولي لي بس في التعليقات وانا اعملها لك على طول، لانها فعلا اقتصاديه وجميله جدا، طعمها في منتهى الجمال. الصوص اقتصادي وهي كلها على بعضها يعني ما خدناش غير بيضتين بس وكوبايتين من الدقيق، كوبايه من اللبن، وربع كوبايه من الزيت، وطلعت معانا بالشكل ده. والصوص برضو اقتصادي جدا، عباره عن كاكاو ولبن ومعلقه من صغيره من النشا، وطلع معانا بالشكل الجميل ده. قولي لي بس وانا اعملها لك وانفذها لك. زي ما انت شايفه لونها جميل والصوص خطير، ونزلنا عليها كده والصوص سخن عشان الكيك يشرب الصوص ويبقى ايه متشرب بيه. بعد كده عملنا الاكله الجميله دي اتعشينا بيها. دي معجنات سهله جدا تنفع للفطار والعشاء ب3 كوبايات من الدقيق. لو حابه انا انفذها لك انا مصوراها، قولي لي بس في التعليقات وانا انزلها لك على طول. ايه رايك بقى؟ اظن منيو في منتهى الجمال، تحفه جدا واقتصادي. لو عجبك ما تنسيش تحط اللايك، ولو لو انت مش مشتركه ما تنسيش تشتركي. واشوفك على خير دايما في فيديوهات جايه كتير. ولو اي حاجه عايزاها من الفيديو ده اكتبي لي وانا انفذها لك على طول. واشوفكم على خير في فيديوهات جايه كتير. مع السلامه.